في لقطة خطفت قلوب كل اللي شافها على السوشيال ميديا. ظهور الدكتورة هبة قطب وهي بترقص بكل فرحة وحب في فرح بنتها في مشهد مليان مشاعر صادقة وأمومة حقيقية. لحظة بسيطة لكنها عبرت عن سعادة أم شايفة بنتها بتبدأ حياة جديدة قدام عينيها. الرقص مش بس كان استعراض أو لقطة عابرة، لكنه كان ترجمة حقيقية لفرحة كبيرة. وده اللي خلى الفيديو ينتشر بسرعة ويكسب تعاطف وحب الناس، لأن الكل حس بصدق إن اللحظة دي حلوة. الفرح نفسه كان استثناء بكل معاني الكلمة، واتعمل فيه واحد من أعرق الأماكن التاريخية في مصر، وهو هرم سقارة، واللي أضاف للحفل هيبة وسحر خاص جدا خلى كل التفاصيل تبان كأنها مشهد من فيلم عالمي. الإضاءة كانت ساحرة حوالين الهرم، والديكور متصمم بعناية علشان يبرز جمال المكان، وده خلى كل صور من الفرح تبان كأنها لوحة فنية مبهرة. اختيار المكان كان ذكي جدا لأنه جمع بين عظمة التاريخ وفرحة الحضارة. العروسة رندا هشام كانت نجمة الليلة بإطلالة أنيقة وناعمة خطفت الأنظار، وفستان الزفاف مميز خلاها محط إعجاب كل الحضور. أما العريس فكان في قمة الشياكة، وزورهم سويا كان مليان انسجام وحب وإطلاع لكل اللي حواليهم، والحضور كمان كان مليان أصدقاء ومقربين، والأجواء كلها كانت فرح وضحك ورقص من غير توقف، خصوصا مع الأغاني اللي ولعت الحفلة وخلت كل الموجودين يشاركون في الحفل. لكن تفضل لقطة رأس الدكتورة هبة قطب هي الأجمل والأقرب للقلب، لأنها بسطت جسدت معاني أن الفرح الحقيقي مش في المكان ولا الفخامة، لكن في المشاعر الصادقة اللي بتظهر من غير تصنيع. وفي النهاية كان فرح ابنة الدكتورة هبة قطب مش مجرد حفل زفاف، لكنه ليلة استثنائية جمعت بين الرقي والتاريخ والحب الحقيقي، وفضلت محفورة في ذاكرة كل اللي حضروه، وكمان كل اللي شافوه من خلال السوشيال ميديا.